طيب خلينا ابشرك من الاول كده ان دي هتبقى ارخم حلقه هتسمعها في السلسله، بس ما تقلقش يعني سهله ان شاء الله. المهم، انت تعرف ايه عن الزمن؟ تمام. حابب اقول لك ان الحلقات دي مش هدفها ان هي تقول لك ان ربنا موجود وخلاص كده. الحلقات دي هدفها انها تفهمك كل حاجه بتتحرك ازاي وعلى اساس ايه، انك تفهم الحكمه من ورا كل حاجه. وده لان في شبهات كتير بتطلع معتمده على الفهم الخاطئ للاله وادواته في تسيير الكون، فانت لازم تتعلم ازاي ترد على الشبهه، مش مجرد انك تسال على الرد. متفقين؟ بالنسبه بقى للعنوان، فوهم الازليه هنا مش مقصود بيه ازليه الاله، مقصود بيه ازليه الزمن. بس الاول، هو يعني ايه زمن اصلا؟ الزمن بشكل مبسط خالص هو مقياس للحركة في الكون. يعني ببساطة أنا حركت إيدي من هنا لهنا فاحتجت وقت يقيس، هو ده بقى الزمن. شايف العداد الموجود تحت الفيديو ده؟ أو في واحد زيه بقى محطوط فوق الكون بتاعنا، شغل نظام الفريمات بتاع الفيديوهات ده من الآخر. يقول لك 24 فريم، 60 فريم في الثانية كده يعني. بس كده؟ والله بس كده. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ لا 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 لا، مش مقتنع. ايه الكلام الفارغ ده؟ انت جاي تكلفتني بكلمتين وتمشي؟ حقك، انت اتعودت على البهدله، وعشان انت محنك فلازم اسحلك معايا شويه. شايف الساعة دي؟ خليك مركز معاها بقى وانا هعد لحد 3. 1 2 3. اللي حصل قدامك ده غالبا انت شايفه في 1000 فيلم قبل كده، لدرجة انه ما بقاش يأثر معاك، ما بقتش تستغربه يعني. بس انت واخد بالك ايه اللي حصل؟ تقول لي عادي يعني الوقت وقف. ايوه تمام، بس انت مش شايف الوقت وهو واقف، انت شايفني انا ما بتحركش. شايف العقارب وهي ثابتة، حرفيا مفيش اي احداث. انت متخيل العبثية؟ للحظة الزمن اختفى، كل حاجة موجودة بس ولا كأنها موجودة. انت متخيل؟ اللي حصل من شوية ده كان الشكل اللي تخيله علماء الفيزياء والفلاسفة الإغريق، وكمان فلاسفة علم الكلام في العصور الإسلامية. قالوا لك إن الزمن ده حاجة بنقيس بيها الحركة بتاعة الحاجات، بنحدد بيها الفريمات زي ما قلت لك. مشكلتهم الوحيدة كانت في نقطة، هل الزمن ده حاجة أزلية ولا له بداية ونهاية؟ لأن لو الزمن أزلي فده معناه إن إحنا ممكن نعتبره من صفات المسبب الأول، الاله، حاجه ملازماه يعني. اما بقى لو الزمن له بدايه ونهايه فمش هيبقى له علاقه بالاله، هيبقى مخلوق او حاجه زي اي حاجه تانية. طيب هل هو صفه ملازمه للاله ولا لا؟ احنا قلنا ان الزمن تاثيره الحقيقي بيبان لما الفريمات بتتحرك وبتبدل مع بعضها، لما بيحصل تغيير وحركه. تغيير، والا هيحصل زي ما حصل معايا لما اتجمدت من شويه، لا كان في تغيير ولا كان في حركه. طب وايه المشكله في التغيير والحركه يعني؟ طب ما يبقى في تغيير وحركه. المشكله ان الاله ما بيحصلش فيه اي تغييرات او عوارض، وده لانه كامل. فلو هبسط لك الصوره هقول لك ان هو كله فريم واحد بس. الفريم الواحد ده هو حاله الكمال المطلق اللي استحاله تتغير، وطالما حاله الكمال دي ما بتتغيرش ما فيش اي تاثير او معنى للزمن على الكيان ده. السوفت وير اصلا مش راكب، هتركب الزمن اللي بيحتاج تغيرات ازاي على كائن ما بيتغيرش؟ فحتى لو هنقول ان الزمن ازلي فهو ما بيسريش غير على الكائنات المحدوده بس، لكن ما ينفعش يسري على المسبب الكامل اللي ما بيتغيرش. طيب حلو كده، احنا اثبتنا ان الزمن ما هواش صفه للاله، بس ده ما يمنعش انه ممكن يبقى ازلي عادي. تعجبني وانت بتفكر قصادي بالطريقه اللي انا عودتك عليها، خصوصا يعني انك بتفكر بنفس الطريقه اللي فكر بيها ارسطو. ارسطو قال لك تمام، الزمن يا عم ما بيسريش على الاله، بس ده ما يمنعش انه ازلي زيه زي الاله. هو مجرد فكره بتوصف خط سريان الوجود مش اكتر. عداد شغال ملوش علاقه بقى فيه فريمات ولا لا، التايم لاين فاضي عادي بس العداد موجود. يعني انا كزمن مالي، انا بعده بس وهفضل ماشي ومكمل كده حتى لو مفيش احداث. يعني من وجهة نظر ارسطو فحتى مع العدم الزمن برضه شغال، او بمعنى تاني عادي جدا تلاقي العداد شغال على فيديو شاشته سوداء. كلام حلو صح؟ لا مش صح، لان المفهوم ده كان فيه مشكله، لان الشاشه السوداء دي ما هياش عدم. وارجع لاول حلقه عشان تفهمني. الفيديو اللي شاشته سوداء ده شغال ومستمر عادي جدا. هو انت عمرك شفت فيديو خلص والعداد لسه شغال؟ ارسطو بقى كان بيقول لك ان العداد شغال عادي حتى لو ما فيش وجود لاي حاجه، وان العدم زي الفيديو اللي شاشته سوداء وما بيحصلش فيه اي حاجه. لكن الحقيقه ان العدم بالوصف ده ما هوش صحيح. العدم الحقيقي هو ان اصلا ما يبقاش فيه فيديو. فاهم حاجه؟ فكده ما ينفعش يبقى فيه زمن من غير وجود احداث. هل انت عمرك شفت العداد بتاع الوقت ده شغال وبيعد من غير ما يكون في فعلا فيديو شغال؟ وهنا يلقوا فلاسفه علم الكلام المفهوم ده ويبنوا عليه استدلالات تانية. ماشي يا حاج ارسطو، متشكرين، بس كده الزمن مستحيل يبقى ازلي لانه مش مرتبط بالمسبب الاول. وبما اننا ما نقدرش نطبق الزمن من غير وجود احداث بتحصل في نفس الوقت، ما نقدرش نقول ان الاحداث دي ازليه لان ليها بدايه ونهايه، فالزمن كده لازم يكون محدود لانه متقيد بوجودها. فمن الاخر هو مستحيل يتربط بحاجه ازليه تشده معاها، ومستحيل ينفصل عن حاجه محدوده ما بتشدوش معاها. هات المايك ده بقى، اتكل على الله.
اغلب فلاسفه علم الكلام بقى بعد ما اثبتوا ان الزمن مش حاجه ازليه، يعني ليه اول واخر، يعني اختلفوا في طبيعته. منهم اللي قال انه فكره معنويه او ذهنيه، يعني نتيجه كده طبيعيه للافكار، ومنهم اللي قال انه مخلوق عشان يبقى جزء من نسيج الكون، وعليه فهو متصل ومستمر لحد ما الاحداث دي تخلص فيفنى معاه. وسواء كان مفهوم ذهني او مخلوق، فاحنا مش محتاجين نثبت اكتر من كونه محدود، مش محتاجين اكتر من كده. اصلا فكره المفهوم الذهني والمخلوق مفيش بينهم تعارض يعني، فده مش موضوع. المهم يعني لو حاسس ان الموضوع لخبط معاك وما بقتش فاهم حاجه، فتقدر تشوف الحلقه من اولها، واضمن لك ان انت المره دي ان شاء الله هتفهم. حابب بس اقول لك ان السلسله لسه ما خلصتش، وان الاكشن لسه هيبتدي، وده لان الحلقه الجايه هنتكلم عن الكيان الازلي ده المفروض بالمنطق يكون عامل ازاي. فلحد دلوقتي ده اتاكد ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان اول ما الفيديو ينزل يوصلك. بس كده، انا عمرو جميل، وده على الورق. سلام عليكم.